بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل. النهاردة هنتكلم عن الدرس الثاني في التاريخ سنة تالتة إعدادي ترم أول. الحملة الفرنسية على مصر والشام 1798 ل 1801. أسباب الحملة الفرنسية. الحملة الفرنسية لما توجهت لمصر كان عندها أسباب. السبب الأول إن هم يعوضوا المستعمرات اللي خسروها لصالح الإنجليز، لأن الأسطول الإنجليزي في الوقت ده كان أقوى أسطول في العالم، فالفرنساويين ما كانوش هيقدروا يواجهوه، فحاولوا إن هم يعوضوا المستعمرات عن طريق إن هم يجوا يحتلوا مصر ويخلوها مركز لمستعمرة كبيرة جدا هيعملوها في الشرق الأوسط. وأهم سبب وقتها إن هم ينتصروا على إنجلترا من غير مواجهة مباشرة، وهي إن هم يقطعوا الطريق ما بينها وما بين مستعمراتها اللي موجودة في الهند. هي دي أسباب الحملة الفرنسية. نابليون جهز الجيش بتاعه وجاب معاه العلماء من مختلف العلوم. ده ليه؟ لأنه كان جاي يقعد في مصر، ما كانش جاي سنة ولا اتنين وهيمشي، لا هو كان في دماغه انه هيعمل مستعمرة كبيرة جدا زي المستعمرة اللي عاملاها انجلترا في الوقت ده في الامريكتين. هو كان ده هدفه. جايب معاه العلماء لدراسة احوال مصر عشان يقدر يستغلها، وجاب معاه مطبعة عربية عشان يطبع المنشورات للاهالي ويوزعها لهم ويضحك عليهم. خط سير الحملة لما اتحركت من ميناء طولون في فرنسا، واستمرت في طريقها لحد ما وصلت لاسكندرية. في الوقت ده اللي كان بيحكم مصر كان مين؟ كان المماليك، كان مراد بيك وابراهيم بيك، دول اعلى راسين في المماليك. في وقتها كانوا نازلين ضرب البعض، ولا في دماغهم انجليز ولا في دماغهم فرنساويين ولا في دماغهم شعب مصري. فلما الحملة الفرنسية وصلت لاسكندرية ما لقيتش جيش منظم يقاومها اساسا، فنزلوا اسكندرية سمعوا عليكم لو الاهالي هم اللي بيقاوموهم بقيادة او بزعامة السيد محمد قريم. لكن ما قدرتش طبعا المقاومة الشعبية ان هي تصد جيش منظم وقوي زي الجيش الفرنساوي، فقدروا ان هم يدخلوا الاسكندرية ويقبضوا على السيد محمد قريم ويتم اعدامه في سبتمبر 1798. وفضلوا في طريقهم عشان يدخلوا القاهرة. طيب في طريقهم وهم بيدخلوا القاهرة حصل معركتين او موقعتين. اول حاجة موقعة شبرخيت، وتاني حاجة هي موقعة امبابة. موقعة شبرخيت هي حصلت بالقرب من شبرخيت عشان كده خدت اسمها، كانت بين الفرنساويين والمماليك. الفرنساويين والمماليك انهزم المماليك ورجعوا وربطوا عند امبابة عند مداخل القاهرة عشان يمنعوا الفرنساويين من دخول القاهرة، او هم كانوا فاكرين كده. طيب في حد هيقول لي ان في موقعة شبرخيت حصلت في يوليو 98 1798، وانت لسه قايل لنا هناك ان السيد محمد قريم تم اعدامه في سبتمبر 1798، يعني بعد من التاريخ ده بشهرين. اقول لك ببساطه لان الفرنساويين وهم داخلين قالوا للاهالي احنا جايين نحرركم من ظلم المماليك والعثمانيين ونخليكم تحكموا نفسكم بنفسكم. فمش هيبقى من المنطقي وقتها قبل ما يسيطروا على مصر ان هم يعدموا السيد محمد قريم ده، لان ببساطه كل الاهالي كانوا هيفهموا السبب الحقيقي. احنا كمصريين بيضحك علينا سهل يعني. كان الاهالي وقتها هيفهموا السبب الحقيقي لدخول الفرنساويين لمصر، فكانت هتبقى المعركة مش بين الفرنساويين والمماليك، لا هتبقى بين الفرنساويين والاهالي. اما عن موقعة امبابة فهي كانت بعد موقعة شبرخيت على طول بكام يوم، بس مفيش فرق كبير بينهم وبين بعض. الفرنساويين والمماليك مرة تانية، لكن المرة دي المماليك اتهزموا بدون رجعة وفعلا مش هيرجعوا تاني بعد كده. مراد بيك وابراهيم بيك اللي كانوا بيتخانقوا على الحكم، مراد بيك شد على الصعيد وابراهيم بيك خد في ايده الولي العثماني وراحوا طالعين على الشام. طيب اسباب هزيمة المماليك، او من اسباب هزيمة المماليك هي بالظبط اسباب هزيمتهم من العثمانيين، اعتمادهم على الفروسية في حين اللي بيواجههم جايب احدث الاسلحة. هي نفس الاسباب، ما بيتعلموش المماليك، على الرغم من ان زي ما قلت ان هم من افضل الناس في استخدام السيف، بس وقت السيف خلاص انتهى. طيب دخول القاهرة في يوليو سنة 1798. نابليون دخل القاهرة وادى الأمان للعلماء والمشايخ إن محدش هيجي يعمل فلوس حد ولا حد هيأذي حد. ده اللي هو قاله. الكلام ده كان قبل ما يتعدم السيد محمد قريم وقبل ما المشاكل تبدأ، أو زي ما نقول قبل ما الوش الحقيقي للاستعمار يبدأ. طيب موقعة أبو قير في شهر 8 يدوب بالظبط بعد ما الفرنساويين دخلوا مصر. طيب الإنجليز ليه بعتوا أسطول؟ لأنه ببساطة أنت جاي تقطع المصالح بتاعتنا في الهند، فبعتوا أسطول بقيادة نيلسون اللي هو الكائن ده. الأسطول بقيادة نيلسون قدر يحاصر القوات الفرنسية في خليج أبو قير، مما أدى إلى إن أول حاجة فرنسا ما بقاش ليها أي أمل إن هي تسيطر على ساحل البحر المتوسط.
زي ما انجلترا عملت مع الامريكتين، لان ببساطه انت الاسطول بتاعك نفسه متحاصر، فانت هتسيطر ازاي؟ هتسيطر عليه ماشي. تاني حاجة ان ما بقاش في اي خط امداد ما بين فرنسا او ما بين فرنسا والقوات الفرنسية اللي موجودة في مصر. هيبعتوا لهم امداد ازاي؟ ما هو هي السفن اللي هتروح تجيب امداد، او السفن هي اللي هتجيب امداد من هناك وتجي لهم، بس الشواطئ الشماليه او الاسطول بتاعهم متحاصر في بوير، فبالتالي مفيش اي امداد هيوصل لهم. تالت حاجه ان الجنود الفرنساويين نفسهم حسوا ان هم متحاصرين. طب احنا دلوقتي لو عايزين نرجع فرنسا، نرجع ازاي؟ هناخدها كعابي من الشام يعني ولا هنعمل ايه احنا؟ واخر حاجه الانجليز لما سيطروا على الشواطئ بتاعت مصر منعوا حركه التجاره تماما عشان يمنعوا اي خط امداد من فرنسا او من غير فرنسا للفرنساويين. يبقى نتائج موقعة أبو قير البحرية إن هم قضوا على آمال فرنسا في السيطرة على سواحل البحر المتوسط، حرموا جنود الحملة الفرنسية من أي إمدادات تجيلهم من فرنسا. الفرنساويين حسوا إن هم متحاصرين، ما بقاش في أي تجارة خارجية بتخش لمصر أو بتخرج من مصر. مقاومة الشعب المصري للاحتلال. يعني ايه مقاومة؟ مقاومة يعني رفض الشعوب للاحتلال بمختلف الصور، دفعه وطرده بأي طريقة ممكنة. تمام؟ رفض الشعوب للاحتلال ودفعه عن البلاد بمختلف الصور، دي مقاومة، يعني تعريف سهل كلنا عارفينه. طيب مقاومة أبناء الصعيد. عندنا في مصر الوادي زي ما احنا عارفين، الوادي والدلتا. الوادي طويل جدا، فالجيوش الفرنسية مشيت مع الوادي وحاولوا ان هم يسيطروا على الصعيد، لكن ما قدروش. ليه؟ لان ببساطة الصعايدة استخدموا معاهم حرب العصابات، والجيش الفرنساوي جيش منظم، بمعنى انا هقف في وشك وسيادتك هتطلع لي في وشي. انما حرب العصابات ديت بتتعبهم، ما يقدروش عليها. ده زي اللي بيحصل دلوقتي في الاراضي المحتله، فطريقه حرب العصابات ديت تعبتهم وما قدروش ان هم يسيطروا على الصعيد. طيب عدم قدرتهم على السيطره على الصعيد ادى الى تعاظم الشعور الوطني ونمو الوعي القومي تجاه الاحتلال الفرنسيه. بتتقال زي ما هي كده، بتحفظ زي ما هي كده، وغالبا مش تيجي في الامتحان، ومش هضيف عليها اي حاجه. ثورة القاهرة الأولى دي تاني مقاومة. أول مقاومة كانت أبناء الصعيد، مقاومة أبناء القاهرة بقى. ثورة القاهرة الأولى أسبابها. ليه قامت ثورة القاهرة الأولى؟ لأن زي ما قلنا إن الفرنساويين متحاصرين من الشواطئ الشمالية لمصر، فبالتالي مفيش أي إمدادات بتجيلهم، فمشيوا بمبدأ الجيش قال اتصرف. ابتدوا يفرضوا الضرايب على الأهالي. امال هياكلوا الجيوش ازاي؟ وابتدوا يسرقوا الاموال، يفتشوا البيوت ويسرقوا الاموال. وطبعا اللي هم عملوه ده ادى ان يبقى فيه مقاومه، فابتدوا يهدموا ابواب الحارات عشان يطاردوا عناصر المقاومه. انه هدم كتير قوي من المساجد عشان يحصن القاهره، او دي الحجه اللي هو قال عليها. طيب ثوره القاهره الاولى كانت ايه احداثها؟ الازهر الشريف كان هو مقر قياده الثوره. الثورة قامت في القاهرة وانتشرت لكل الأقاليم. في أحداث الثورة دي تم قتل حاكم مدينة القاهرة الفرنساوي ديبوي، لكن الاسم مش موجود في تالتة إعدادي. وقوات الاحتلال عشان تسكت الثورة دي تستخدموا أشد الطرق وأبشعها، ده غير ان هم دخلوا الجامع الازهر بالخيول بتاعتهم. بنتائج ثورة القاهرة الاولى تم اعدام كتير جدا من الاهالي. ده حكم القاهرة اصلا اللي ميت. تم اعدام كتير جدا من الاهالي. مش انتوا كنتوا زعلانين من الضرايب؟ هنفرض يا باشا عليك ضرايب اكتر وغرامات على التجار وعلى العلماء. مش حضرتك زعلان من هدم الاثار والمساجد؟ يا باشا احنا هنحصن لك مدينة القاهرة ذوق وعافية. دي نتائج ثورة القاهرة الأولى. طيب الحملة الفرنسية على الشام. في الوقت ده تحالفت الدولة العثمانية مع انجلترا وروسيا عشان يخرجوا الفرنسويين من مصر، وبعتوا حملتين. الحملة الأولى بحرية عن طريق جزيرة رودس وهتوصل لبوقير، بعد كده هنتكلم عنها. والحملة البرية كانت جاية من الشام. نابليون قرر ان هو ما يستناش الحملة البرية لما توصل لمصر، خد الجنود بتوعه وطلع على الشام في مارس 1799. في طريقه استولى على العريش، غزة ويافا. ولما دخل يافا عمل مذبحة يافا البشرية وقتل كل عناصر المقاومة اللي كانوا واقفين في وشه. ونتيجة للفعل ده ما قدرش ان هو يخش عكا، لان اهلها عرفوا اللي هيحصل لهم لو دخل نابليون عكا. ده غير ان اسوار عكا كانت عالية وحصينة جدا، ده غير ان الانجليز كانوا بيمدوهم بالمؤن اللي هم محتاجينها، والقائد بتاعهم كان السيد احمد باشا الجزار. فما قدرش نابليون ان هو يخش عكا، وبما انه ما قدرش يخش عكا فما قدرش يكمل على الشام، فاضطر ان هو يرجع على مصر تاني. النتائج فشلت حملة نابليون على الشام، واضطر ان هو يرجع على مصر. اول ما رجع نابليون على مصر لقى ان الجيوش العثمانية وصلت لبوقير ونزلت في بوقير فعلا.
مما ادى الى ان هو خد الجنود بتوعه وطلعوا على هناك، وتم الاشتباك بينه وبين القوات العثمانية. ترتب على الحملة ديت او نتائجها تم تهزيمة القوات العثمانية كالعادة، خدوا على قفاهم. طيب بعد كده اضطر نابليون بونابرت ان هو يمشي من مصر. ليه؟ لان الدول الاوروبية كلها اتحالفت على فرنسا. طب هي ليه الدول الاوروبية تتحالف على فرنسا؟ ببساطة لان القوميات الاوروبية كلها كان اللي بيحكمها ملوك، كان النظام المتبع هناك نظام ملكي، بما في ذلك فرنسا، لحد ما قامت الثورة الفرنسية وجابوا لويس الستاشر وطيروا رقبته هو وكل عيلته. فكل الحكام اللي موجودين في اوروبا خافوا على عروشهم، لان مبادئ الثوره ديت لو وصلت لشعوبهم مش هيقدروا يعملوا اي حاجه، وهيكون مصيرهم نفس مصير لويس الستاشر. فاتجمعوا كلهم عشان يسيطروا على فرنسا ويرجعوا لها النظام الملكي، وبالتالي كل واحد يضمن عرشه. فاضطر نابليون ان هو يرجع لفرنسا ويسيب كليبر في مصر. طيب كليبر كان على عكس نابليون خالص. كليبر كان شايف ان البقاء في مصر هو حاجة مستحيلة، لان المعارك اللي دخلوها دمرت الجيش بتاعهم، ومفيش اي جنود بيجوا. والدولة العثمانية بعتت حملة كمان للعريش ودمياط. المماليك اللي موجودين في مصر رجعوا يقاوموا، المصريين نفسهم ابتدوا يعملوا ثورات. فعشان كده كليبر كان شايف انه مستحيل ان هو يكمل في مصر، فابتدى يتواصل مع القوات العثمانية فيما يعرف باتفاقية العريش. طيب ايه هي اتفاقية العريش ديت؟ اتفاقية العريش كان شروطها ان القوات الفرنسية هتخرج من مصر على نفقة الدولة العثمانية على سفن انجليزية. تمام؟ القوات الفرنسية هتخرج من مصر على نفقة الدولة العثمانية على سفن انجليزية. طيب العثمانيين كانوا موافقين بدليل ان هم تقدموا نحو القاهرة. طيب النتائج بقى، انجلترا رفضت ان الفرنسويين يخرجوا بالطريقة دي، وطلبت ان هم يستسلموا ويخرجوا من مصر كأسرى حرب. كليبر زنجر دماغه وقال لك لا مفيش الكلام ده، وراح طرد القوات العثمانية اللي كانت دخلت القاهرة وراح مرجعهم تاني للشام. وبعد اتفاقية العريش ما فشلت، حصلت ثورة القاهرة التانية في مارس 1800. المصريين المرة دي بزعامة السيد عمر مكرم نقيب الأشراف هم اللي قاموا بالثورة ضد الاحتلال الفرنساوي. مقر الثورة كان حي بولاق مش الأزهر زي المرة اللي فاتت. الظاهر المصريين اتعلموا وقال لك مش عايزين نلبس الأزهر زي ما حصل في ثورة القاهرة الأولى، لكن برضو ما استمرتش زي ثورة القاهرة الأولى، وتم إخمادها من القوات الفرنسية، ونتائجها تم تدمير حي بولاق بالكامل. يعني الحمد لله ان هي ما كانتش في الازهر، كانوا قصفوا الازهر بالمدافع. وكليبر زي نابليون المره اللي فاتت ما اشتد في الضرائب والغرامات، برضو كليبر اشتد في فرض الضرائب ومصادرة الأموال. ثورة القاهرة الثانية مارس 1800 زعمها السيد عمر مكرم، مقرها حي بولاق، تم إخمادها بسرعة وتم تدمير حي بولاق، وكليبر فرض الغرامات على المصريين، غرامات وضرائب. لما الأوضاع بعد ثورة القاهرة الثانية هديت، تم اغتيال كليبر على إيد سليمان الحلبي. وبالنسبة للاغتيال ده لذيذ جدا، سليمان الحلبي اتنكر في زي شحات وراح له يتوسل له عايز منه فلوس، فهو ما اداهوش اي اهتمام فعباها له وجي يهرب، ما قدرش يهرب بقى ومسكوه وعدموه بالطريقة اللي عدموه بيها، الله يرحمه. فكده عندنا ثلاثة قادوا الحملة الفرنسية في مصر: نابليون وكليبر ومينو. نابليون شد على فرنسا، وكليبر اتغذى من سليمان الحلبي وادي مينو. على عكس كليبر، مينو كان شايف ان هو بقى هيقعد هنا وهيعمل مستعمرة، وكانت احلامه كلها وردية. عشان كده حط خطة اصلاحية في مختلف المجالات عشان يعمل اصلاح لمصر وقتها. يعني الحملة الفرنسية ما قدرتش تكمل في مصر، على عكس اللي كان شايفه مينو. انا مش عارف كان جايب الثقه دي منين. بالمناسبه مينو اعتنق الاسلام واتجوز واحده مصريه، او ده اللي اتقال يعني. الحمله الفرنسيه ما قدرتش تكمل في مصر على الرغم من اللي كان عايزه مينو. وانجلترا بعتت اسطول تاني لابو قير سنه 1801، بس المره دي مش عشان يحاصر الاسطول الفرنساوي، ده عشان يطرد الفرنساويين من مصر، ولما رضيوش هيخرجوهم بالعافيه او هيموتوهم كلهم. ولما وصل الجيش الانجليزي لمصر انضم ليه الجيش العثماني، والقوات الفرنسيه ما قدرتش ان هي لا تاخد حق ولا باطل مع الجيش الانجليزي، واستسلموا وخرجوا من مصر في سبتمبر 1801 بعد 3 سنين قضوها في مصر. يعني ايه جلاء؟ يعني رحيل قوات الاحتلال عن البلد المحتل. ان شاء الله باذن الله نسمع كلمه جلاء في الاراضي المحتله قريب، او ارجو من الله انه ما يبقاش جلاء للخنازير، يبقى اباده جماعيه ليهم.
نتائج الحملة الفرنسية زي ما قلنا، نابليون كان جايب معاه علماء من مختلف المجالات، فساب أثر كبير موجود في مصر. أول حاجة كانت نمو الروح القومية، زي ما قلنا مقاومة أهالي الصعيد، ثورة القاهرة الأولى، ثورة القاهرة الثانية، ده غير السيد محمد قريم وقيادة القوات الشعبية ضد الجيش الفرنسي، ده غير الزعامة الشعبية الممثلة في السيد عمر مكرم. فابتدى يبقى في عندنا روح قومية، اللي هو احنا عايزين نحكم نفسنا او على الاقل نختار اللي يحكمنا. تمسك المصريين بعد خروج الحملة الفرنسية من مصر بان هم احرار في ان هم يختاروا مين اللي يحكمهم. الأعمال أو تاني حاجة الأعمال اللي قام بيها علماء الحملة الفرنسية، درسوا شق قناة بتربط ما بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، اللي هي قناة السويس اللي موجودة حاليا، بس مش هم اللي عملوها، هم درسوا ان هم يعملوا كده، لكن ما عملوش كده نظرا لان هم غلطوا في منسوب المياه في البحرين، كانوا فاكرين ان بحر اعلى من التاني. تاني حاجة عملوا المجمع العلمي المصري اللي لسه موجود لحد النهاردة، وألفوا كتاب وصف مصر اللي برضه لسه موجود لحد النهاردة. وأهم حاجة عملوها اكتشفوا وفكوا رموز حجر رشيد، اللي اكتشاف رموزه او فك رموزه خلانا نفهم الحضارة المصرية بالكامل. انا اعتقد ان المماليك لو كانوا شافوا الحجر ده كانوا تقريبا هيكسروه ويبنوا بيه قلعة، فالحمد لله ان الفرنساويين هم اللي اكتشفوه. احنا قلنا اول حاجة نمو الروح القومية، وتاني حاجة الاثار اللي سابها العلماء او الاثر اللي سابه العلماء. تالت حاجة ان فرنسا وجهت انظار دول اوروبا بالكامل وخصوصا انجلترا لموقع مصر الجغرافي المهم والمتميز جدا. رابع حاجة نظم الحكم والإدارة، نابليون عشان يحكم مصر اضطر ان هو يعدل في نظم الحكم والإدارة. اول حاجة انشأ عندنا الديوان العام ودواوين الاقاليم وديوان القاهرة، ودي كانت حاجة اول مرة تتعمل في مصر لان ما كانش حد مهتم برأي المصريين قبل كده. هو نابليون ما كانش مهتم برأي المصريين، بس زي ما تقول كده كان عايز يظبط التمثيلية بتاعته. الهدف من انشاء الحاجات ديت انه يدرب الاعيان ان هم ازاي يتناقشوا ويوصلوا مشاكل الشعب للسلطة اللي بتحكمه. خامس حاجة الاثار الاقتصادية والاجتماعية اللي سابتها الحملة الفرنسية، كانت اصلاحات في مجالات كتير جدا. اول مجال الزراعة، نوعت في المحاصيل الزراعية ودخلت محاصيل جديدة واهتمت بمشاريع الري. في الصناعة عملت مصانع للنسيج وللدباغة، وصنعوا حروف الطباعة في قلب مصر، بس كان اللي بيقوم على الصناعة ديت ما كانوش مصريين عشان ما كانوش عايزين مبادئ الصناعة او مبادئ الطباعة توصل للمصريين. في التجارة عملوا اسواق كتيرة في بلاد البحر الاحمر نظرا لان البحر المتوسط كان متحاصر من الانجليز. وفي الصحة العامة ابتدوا يعملوا المحاجر الصحية اللي موجودة في القاهرة وفي كذا مدينة بعيد، بحيث ان اللي يمرض يعني امراض زي الطاعون وخلافه وياخدوه على المحاجر دي يموت في سلام هناك وما يقرفناش. وبكده الدرس بتاع الحملة الفرنسية يكون خلص. هو درس قد يكون رخم شوية لكنه أسهل من الدرس اللي قبله وأسهل من الدرس اللي بعده. وبكده يكون درس النهاردة خلص، فأتمنى إن شاء الله يكون حد استفاد حاجة من اللي أنا قلته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.